أهلا بيكم. أنا سامية علوبة، عايزة أكلمكم عن إرشادات للرياضة. في كتير أفكار بتبقى خاطئة إنه الشخص ما يقدرش يبتدي يتمرن بعد سن معين، ودي الحاجة اللي دايما عايزة بس أفكركم في أي سن ممكن نبتدي. مهم نبتدي على أساليب سليمة مدروسة، لكن أي سن 80 90 أي سن نبتدي نتمرن. إيه اللي بس ما نعملوش لو كنا أصلا ما بنتمرنش؟ لما نبتدي ما نبتديش مرة واحدة، ما نبتديش نعمل حاجات بتحط ضغط على المفاصل أو على القلب. لازم نبتدي بالتدريج، يعني نهيئ الجسم درجة 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 للتمرين، وبعدين نبقى نزود القوة بتاعت التمرين بالتدريج. مثلا ممكن تبقى ايه الأخطاء اللي السيدات والرجال بيعملوها؟ يبتدوا في السن مش مهم صراحة، مش عايزة أقول بعد أي سن، بس يكونوا لسه مبتدئين ويحطوا حمل جامد، يعملوا تمارين جامدة اللي هي في بنسميها كروسفيت جامد، هيت، اسمها تمارين هيت اللي بعمل حاجة بقوة شديدة جدا وبعدين أهدى. ده عايزين نبعد عنه. هنتفق إنه لو مبتدئين من الصفر هنبتدي بتدريج. دلوقتي عايزة أوريكم تمارين ناس كتير قوي بتحب تعملها، تمارين للبطن. في كذا نوع تمارين للبطن، في منهم سهل جدا اللي هو واحنا قاعدين عادي خالص نعمل انقباض لعضلات البطن. لو عملنا انقباض وريحنا اوريدي ده تمرين لعضلات البطن بتقويها. اوقات عايزين حاجه تساعدنا نعمل الانقباض ده، فلو تصورنا احنا قاعدين على كرسي، هحط الكرسي بالجنب عشان تشوفوا الكرسي له ظهر، فلو الكرسي له ظهر عشان اعمل انقباض هحاول ازق وسطي في ظهر الكرسي. اديني عملت انقباض عضلات البطن، وبعدين شهيق، نريح، زفير، بزق وسطي خالص. الظهر ده كمان كويس عشان ما فيهوش ظهر، فالواحد بيقعد يزق لغايه ما تتصور خلاص دي اخر حاجه، فكذا مره. فده كويس. العضلات الجانبيه للبطن بنعملها، احنا عايزين نشغل كده. فاللي كويس انه ممكن نتخيل ان احنا حاطين مثلا حاجه في كوعنا هي ماسكه في السقف واحنا هنشدها، دي حاجه تقيله، هنشدها ونلمس الركبه. شهيق، زفير. وبرضه هتابع الاسلوب اللي اتبعته قبل كده، مثلا 4 مرات في الاول، بعدين اثبت 1 2 3 اريح، 1 2 3 اريح. بيبقى مهم اغير السرعه بتاعت التمرين، لكن لو عملت بسرعه قوي مش بفيد قوي العضله قد ما بفيد التنفس والقلب. لو عايزه اقوي عضلات معينه لازم التمرين يبقى بطيء، وعشان كده كمان بتصور انه في مقاومه، حاجه انا بشد حاجه تقيله. احنا اتفقنا في الاول بس 4 مرات، وطبعا ازود عدد المرات مع قوة العضلات. كل ما تقوى اقدر ازود 2 3 1 2 3. اخر مرة لو عملت 4. في بقى كمان طريقة تانية، ارفع رجل، هنا لازم اميل شوية لورا واتأكد انه مش حاطة حمل، مجمدة عضلة البطن وبرفع 1 2 3 4. لازم اتأكد انه مفيش وجع في ظهري. لو حسيت بألام في ظهري يبقى ما اعملش التمرين ده. مايله لورا، مجمده عضلات البطن وبرفع رجل. ده بيشغل كمان العضلات اللي تحت بتاعت البطن. هوريكم على الارض تمارين كويسه للبطن، يكون تحتينا حاجه تحمي شويه الظهر، يعني ممكن فوطه نتنيها واحنا على الارض. دايما مهم لو هسند رقبتي اسندها كده، وما اسمحش لنفسي اني ازق الرقبه ما تتحركش خالص. اول تمرين يبقى مش هسند رقبه، هحط دراعاتي جنبي. لما احنا بننام على الارض العادي انه بيحصل فجوه بين الوسط والارض، فاسهل تمرين انه عايزه اشيل الفجوه دي. فشهيق مع زفير، بزق وسطي، نفس الفكره بتاعت كنت بزق وسطي لظهر الكرسي، بزق وسطي في الارض. وليه بنقول السرير مش هايل؟ عشان السرير المرتبه ما بتبقاش ناشفه كفايه، بيبقى الكتير المرتبه بتبقى واخده الفورمه بتاعت الجسم. مساله كده دقني ناحيه صدري عشان الرقبه تبقى طويله. شهيق، زفير، بزق الوسط في الارض. بعد كده التمرين التاني اللي بطلنا نعمله انه نرفع الوسط عن الارض تماما، فبنعمل شهيق
مع زفير بزق الوسط في الأرض، برفع الكتاف والراس سندها بس ما بزقهاش كذا مرة. وبعدين همشي بنفس الأسلوب 1 2 3 أريح، 1 2 أعلى حاجة ممكنة أريح. طول ما وسطي في الأرض يبقى مش هأذي ظهري. عشان أعمل انقباض أعلى شوية، شهيق مع زفير بزق وسطي في الأرض، أرفع الكتاف، أبص لقدام وأعمل كأني بطول حاجة بعيدة، فبزود المدى الحركي بتاعت العضلة. شهيق زفير وسط في الأرض، برفع ببص لقدام وبروح أبعد. بعدين ممكن أثبت هنا 1 2 3 4 1 2 كده، ما بتحركش بس العضلة بتقوى، وأنزل أعيد كله بالناحية التانية. وسط في الأرض أرفع الأول من غير دراع 4 مرات، وزي ما قلنا آخر مرة هنا يبقى 1 2 3 أريح، 2 2 3 ما بحركش الراس خالص، 3 2 3 آخر مرة 4 2 3 أريح. دلوقتي هزق الوسط، هطلع هبص لقدام وهروح لقدام، أعمله بطيء 4 مرات. وبعدين هوريكم عشان أنا بختصر شوية عشان بس الوقت. يبقى 1 2 3 أريح. ممكن كمان يبقى الهدف ألبس الركبة الحوض، ركبة 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 حوض، دراع بره، 1 2 3 4 5 6 7 8 ورايح. ادي تمارين للبطن. لو عايزة اقوم، يا اما بمسك رجل بشد نفسي بشويش بطلع، يا اما الطريقة السليمة برضو اروح على جنبي ارفع نفسي واطلع.